اهلا بيكم في مسلسلنا الجديد. قبل ما نبدا يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. بيبدا مسلسلنا ببطلتنا ان وهي ماشيه في الشارع بشنطه هدومها، وده لانها جايه مدينه اجازه، وبتطمن والدتها انها كويسه. وفجاه بتشوف شاب مرمي على الارض، بتجري علشان تطمن عليه وبتقومه، بس بيشوف الشاب دوت واللي بيكون اسمه جو الناس اللي كانوا بيلاحقوه. فبيقبل ان علشان ما ياخدوش بالهم منه، وبتتصدم ان وبتزقه وبتكون هتضربه بسبب اللي عمله، بس بتشوفه مضروبه مش قادر يقف اصلا. فبتسنده وبتجري علشان تجيب الإسعافات الأولية وبتعالج جروحه. ورغم إنه حذرها إن قربها منه خطير عليها، بس هي ما بتهتمش لأنه مريض ومحتاجها. وبيجي مساعده من وراها وبيضربها وبيغمى عليها لأنه بيكون مفكرها بتأذي رئيسه. فبيزعق له جو، بياخدها معاه وبيشيلها وبيدخلها زي الملكة. وبتتصدم من القصر اللي هي فيه، وبياخدها الحمام وبتقوله حتى حمامك أحلى من حياتي. وبيديها فستان شيك تلبسه، وبتستغرب وبتقول انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا حتى ما اعرفكش، وكمان انا مش من المدينه دي. فقال لها بكره تعرفيني واديكي عارفه اسمي. وبتلبس وبتبقى بسكوته في الفستان، بياخدها معاه عشان عمل، فبتتوتر وبتقول له شكلك شخص مهم، وانا مش قدك وماليش في الحفلات والناس الهاي دول. انا همشي. قال لها ابدا، هتفضلي معايا وانا هحميكي. وبيعرفها بيهم وبيقول لهم انها منقذته وحبيبته كمان. وطبعا كل الستات اللي قاعدين بيبقوا متغاظين منها موت. بيسيبها جو معاهم وبيعرفها انه هيعمل حاجة في الشغل ويرجع بسرعة. واول ما بيقوم بيفضلوا الستات دول يرخموا عليها ويقولوا لها انها اكيد وقعت جو علشان فلوسه، بس هي حتى مش ذوقه، واخرها هتكون علاقة ليلة واحدة، وان خطيبته وصلت اهي. بتتصدم لما بتعرف انه خاطب، ومين مش اي واحدة، دي ممثلة مشهورة شوي. فبتعرف ان ملهاش مكان هنا وبتقوم علشان تمشي، بس بتتكعبل وبتخبط في تشوي اللي بتقولها بغرور انها حتى مش عارفة تمشي بالكعب، وانها مش اول واحدة جو يجيبها هنا. فبتتضايق انا وبتقلع الجزمة وبتمشي وهي متضايقة. بس وهي خارجة بتشوف جو المساعد بتاعه في الممر، وهما بيضربوا 3 رجالة وبيعورهم المساعد بالسكينة، وجو بيكون ماسك المسدس وبيهددهم بيه انه هيقتلهم لو قربوا من اي حاجة تخصه تاني. فبتتصدم وبيشوفها جو بيجري عليها وبيشيلها لانها مش لابسة حاجة في رجليها، وبيرجعها البيت تاني. بتكون هي خايفة منه وبتقول له اللي بيحصل غريب عليها، حياته واسلوبه، وانها تمشي. بس جو بيرفض وبيقول لها انها خلاص بقت حبيبته وهتقضي الليلة هنا. بترفض وبتضربه علشان يسيبها، بس هو بيقبلها بالعافية وبيقول لها انها هتبات هنا وهو هينام في اوضة تانية. وبتبقى انا عايزة تمشي، بس بتفتكر انها ما حجزتش فندق، ما عندهاش حتة تنام فيها لانه بيكون اول يوم ليها في المدينة وجاية في اجازة. فبتنام وبتفضل قبلها تقول لنفسها اوعي تقف حبه، ده شكله راجل خطير ومش شبهك. تاني يوم اول ما بتصحى بتبحث عن اسمه على النت، وبتعرف انه شخص مشهور وصاحب اكبر شركة في البلد. بيجي المساعد وبيعرفها ان جو مستنيها على الغدا، وبياخدها في العربية علشان يوديها عنده. في الوقت ده بيكون جو في المطعم، وبتجيله جو بيسألها ايه الموضوع المهم اللي عايزاه فيه. بتقوله انهم لازم يخططوا لحفلة جوازهم. قالها مش دلوقتي، لسه ورايا حاجات، وانتي عارفة ان جوازنا مصلحة مشتركة، بعدين انتي وعدتيني بحاجة ولسه ما وفيتهاش، فانا هأجل الجواز ده دلوقتي ومن حقي زي ما العقد اللي بينا بيقول. فبتتضايق تشي وبتقوله انه لما بقى مدير اكبر شركات عيلتها هم اول حد وقفوا جنبه. فبيقول لها عادي، وانا حققت حلمك وخليتك نجمة مشهورة. بنروح لآن اللي بنشوفها وهي مخطوفة ومتكتفة، وبيعرف مساعد الشخص اللي خطفها ان دي البنت اللي انقذت جو يوم الحادثة. فبيقول الخاطف واللي اسمه كانغ، وده بيكون شخص منافس لشركة جو، ان شكلها مهم عنده، وبيفضل بقى يضرب فيها هو مساعده. وعند جو بتتصور الشوي معاه وهي بتقبله بحجة انها ما شافتوش بقالها كتير، وبتنشر الصورة على النت وبتقلب الدنيا. وبيشوف الخاطف الصورة وبيوريها الآن اللي بتحزن، بس بتقوله مش قلتلك مفيش بينا حاجة وانه مش مهتم بيا. بيجي مساعد جو بيعرفه ان يانغ خطف آن، فبيسيب تشوي وبيجري عشان يخلص آن، وبتتغاظ تشوي انه معبرهاش حتى، وبتحقد على آن اكتر. وفي الطريق بيشوف جو آن مرمية في محطة الحافلات، فبياخدها البيت وبيفضل معاها وبيهتم بيها، وبيكون خايف جدا عليها، وبتفضل هي نايمة في حضنه. وبتقوله انت انقذتني ليه وعمال تقرب مني مع انك خاطب؟ قالها انها مجرد ورقة، وان اللي بينه وبين تشو مش حقيقي. قالت له انا بالنسبة لك ايه؟ انا بنت عادية، انت اكيد عايز جسمي بس هو بصلها بحبه وقال لها انا عايز كل حاجة منك. وبيقابل كانغ وبيهدده باسمه، وبيقول له كل المعلومات عنه، وبيقول له يفكر كويس قبل ما يلمس اي حاجة تخصه. فبيخاف كانغ منه.
تاني يوم بتيجي تشوي بيت جو، وبتكون آن هناك لوحدها، فبتبصلها تشوي باستحقار، تسألها بتعمل ايه هنا، او بتطردها وبتعرفها انها جاية ترجع لجو ساعته اللي نسيها عندها لما كان بايت معاها امبارح. وطبعا بتكون بتكذب، وجو بيكون نسي ساعته في المطعم وهي خدتها، وبتقول لآن انها ما كانتش متوقعة تشوفها هنا، وبتقولها انت تعرفي ايه عن جو ولا عن عيلته؟ انت ما تعرفيش حتى والده الحقيقي، تقدري تقدمي له ايه؟ انا وعيلتي ساعدناه كتير علشان كده انا اللي استحقه، انما انتي مش هتقدري تقدمي له حاجة علشان تحبيه. فبتقول لها ان انها تمشي، بس الاول عايزة تعرف ايه اللي حصل لوالده الحقيقي. هو هنا بيوصل جو بيقول لها ان والده مدمن قمار لدرجة انه كان هيقتله، وكان بيعتبره شؤم عليه، وخسر كل ثروته بسبب القمار. وساعتها والدته خدته وهو طفل صغير وهربت بيه وسلمته لمديرها، بعدها مرضت وماتت. وبيقول لها انت سألتيني قبل كده انت بالنسبة لي ايه؟ فقالت له مش وقته وخلاص، مفيش حاجة بينا وانا همشي خالص، مش عايزة اعرف حاجة. بس هو ما بيهتمش وبيشدها قدام تشوي وبيقبلها، فبتتغاظ تشوي وبتمشي وبتحزن آن عليه لأنه عانى، وبتقوله إنها مستعدة توعده وتبقى حبيبته خلاص، فبيفرح جدا وبيقبلها وبيقضوا الليلة سوا. تاني يوم بيتمشوا سوا كأول موعد ليهم، بس بيجي شخص وبيتهجم عليهم علشان يقتل جو، لكن جو بيكون أسرع منه وبيضربه وبيعوره. فبتشوف آن المنظر وبتخاف، وبتقول لجو هي متضايقة إنها تعبت، وإن كل يوم معاه بقت بتشوفه بيتخانق وبيقتل حد أو حد بيحاول يقتله. فقال لها انت ندمانة على علاقتك بيا، بس هي ما ردتش عليه، وقالت له تشوي لايقة عليك أكتر مني لأنها حتى بتحميك. فبصلها بسخرية ومشي، ووصى مساعده يخلي باله منها، وبيوصل عند تشوي فبتحضنه وبتقوله وحشتني، مفيش دم خالص. بيزقها وبيقول لها القاتل اللي بعتيه مش قد كده يعني، معرفش ينفذ مهمتك. قالت له انت بتتكلم على ايه؟ انا ما عملتش حاجه، مستحيل اقتل خطيبي. قال لها انا جاي اقولك ان لغيت خطوبتنا. قالت له اه، ما انت وصلت بقى بعد ما عيلتي ساعدتك، بس انا مش هسيبك بسهوله. بيمشي وبيكلم حد يراقبها، وبيرجع البيت وهو مرهق، وبيطمن آن ان كل حاجه اتحلت، وبيخلي المساعد ياخدها علشان تتمشى وتغير جو. بس وهي برا بتقابل تشو والفان بتوعها متجمعين حواليها، وبتشوفها تشو بتعرف الفانز بتوعها وبتقول لهم ان دي صاحبتها، وان جو عرفها عليها وبتعزمها على الشاي. وان يا عيني مش فاهمه حاجه وبتكون مصدومه، ورغم ان المساعد بيقول لها ما تروحش بس بتروح معاها. وهناك بتقول لها تشوي انها جميله، ولكن هي مرحله مؤقته في حياه جو، واكيد هي عارفه ده، والاحسن انها ما تضيعش حياتها معاه. وبتعمل انها تعبانه وبتقول لها ايه ده، شكلي كده حامل. وأنا الغلبانة بتصدق على طول وبتروح البيت وبتندب حظها، وبتقول اه اكيد هي حامل، ما هو عرف اصلا بنات قبل كتير وكلهم حبوه، هيحبني على ايه يعني. بيوصل جو بيسمعها وبيحاول يقرب منها ويقبلها، بس هي بتزقه وبتبقى رافضاه، فبيزعل وبيقول لها سيبك دلوقتي لوحدك. وبنروح بقى لتشوي اللي بتتعصب لما بتلغي شركة الإنتاج الأفلام اللي معاها، وده لأنهم عرفوا إنها فسخت خطوبتها من جو. فبتجيب تشوي معلومات عن عيلة آن وبتروح لها وبتديها فلوس كتير، وبتعرفها إنها ساعدت إخواتها يدخلوا الأكاديمية اللي لولاها ما كانوش دخلوها أصلا لأنهم عيلة فقيرة جدا، وكل دوت في مقابل إنها تسيب المدينة وجو تمشي. بس آن بترفض وبتعرفها إنها بتحب جو مش طمعانة في فلوسه. وبتروح آن تحضر الأكل لجو، فبتقول لها الخادمة إن جو بيحب أكلها جدا، وكان بيقول إن نصه في اللحمة، فبتجري آن علشان تجيب اللحمة علشان تعملها له وهي فرحانة. وساعتها بتحط الخادمة مادة في الأكل، وأول ما جو بياكل بيبدأ إنه يتعب، وبيقول لآن إنه بيحبها، وإنها تبطل تفكر فيه بطريقة وحشة، أو إنها تشوف نفسها قليلة عليه. بعدها بيتعب أكتر وبيروح المستشفى، وبيعرف إنه عنده حساسية من مادة معينة اتحطت في الأكل. عرفته إنها شافت الخادمة بتكلم حد. هنا بيتأكد ان في حد مسلطها عليه، ومين غير تشوي لان اصلا محدش يعرف ان عنده حساسية. وهنا بتوصل تشوي مع الصحافة وبتقوله سلامتك يا خطيبي يا حبيبي، وبتسأل الصحافة عن هوية آن. فبيضطر جو انه يكذب وبيقول انها مساعدة، وده علشان ما يعرفش الصحافة انه فسخ خطوبته بتشوي والشركة تنضر. فلما بتصدق تشوي بتقعد تهين هان قدامهم، فبيجيب جو اخره منها، وبيعرف الصحافة الحقيقة وإنه فسخ خطوبته بيها، وإن آن هي حبيبته. فبتتقلب الدنيا على آن والكل بيهاجمها على إنها عشقته وفرقت بينه وبين تشوي. فبتخرج آن من عنده وهي منهارة، وبتقوله تشوي إنه سحب تمويله من مشروعها، وهي خسرت كل حاجة ومش هتسيبه. قالها إن دوت رد على اللي عملته آخر مرة، وبيكون قصده يفهمها إنه عارف إن هي اللي سلطت الخادمة تسممه.
فبتروح تشوي الكنغ وبتديله أدلة على شركة جو علشان يهاجموا بيها ويفلسوا. فبيبصلها بطمع وبيقولها إنه محتاج أكتر من كده علشان يوقعه ويدمره، وبيعمل معاها علاقة في مقابل ده، وهي بترضى لأنها عايزة تدمر جو. وبتخرج تشو وبتقابل آن اللي بتقولها إن كده كده الناس كانت هتعرف بفسخ خطوبتها، فما تزعلش وما تأذيش جو ولو عايزة تنتقم منها هي. وكأن تشيو ما بتصدق بتخطف آن وبتقول للشخص اللي معاها يقلعها هدومها، وبتحاول آن تقاومه بكل قوتها. في الوقت ده بيلاحظ جو غيابها وبيقول للمساعد يدور عليها. بنرجع لآن اللي بيحاول مساعد تشيو يغتصبها، بس بيوصل جو بيضربه وبيحميها، وبيحذر تشوي انه هيأذيها هي وعيلتها لو فكرت تقرب منها تاني. بتقوله انه مبقاش فارق معاها، وانه طول ما هو عايش لازم يكون ليها هي وبس، غير كده لازم يموت. وبتضربه بالعصاية على دماغه، بس بيصدها وبيشد العصاية منها وبيخبطها بيها. بتتصدم آن وبتخاف على تشوي لا تموت، بس بيطمنها جو إنها هتعيش وبياخدها وبيمشوا. وبتفضل آن طول الليل تحلم بكوابيس، فبيجيلها جو بيجيب لها فستان جديد وبيهتم بيها وبيقبلها بحب، وبيقلع السلسلة بتاعته وبيلبسها لها. لكن قال بتقوله إنها كانت متخيلة في يوم إنه هيكون شخص عادي لطيف ويقضوا حياتهم سوا من غير مشاكل، بس الظاهر ده مش هيحصل. فبيقول لها ما تفكريش حتى انك تسيبيني علشان مش هسمحلك. السلسلة فيها جهاز تتبع، يعني لو مشيتي هعرف اجيبك، انتي ليا خليكي هنا لحد ما ارجعلك. وبيمشي وبيسيبها وهي حزينة ومحتارة بين حبها ليه وحياته اللي كلها مشاكل، بس في الاخر بتقرر انها تهرب. وبالليل بتعمل حبل من الملايات علشان تنزل بيه، وهنا بيدخل عليها جو وهو جايب لها ورد، وبيشوف انها كانت عايزة تهرب فبيزعل وبيقول لها انا عايزة تموتي عادي وما تكونش معايا. وبيرجعها الأوضة تاني وبيقضي الليلة معاها وبيحبسها. تاني يوم بتتعب آن من الحبسة، وبتحاول تقنع المساعد انه يفتح لها ويسيبها تمشي، لانها عارفة انه بيكرهها لانها خطر على شغل رئيسه، بس ما بيسألش فيها ولا بيرد عليها. بالليل بيجي جو بيحاول يأكل آن لانها رافضة الاكل والشرب، فبترفض تاكل وبتقوله لو بيحبها ومش عايزها تموت يسيبها تمشي. فبيقول لها مستحيل، حتى لو ده هيزعلك مش هسيبك لاني بحبك وعايزك جنبي. وبتفضل آن ترفض الاكل لحد ما بيغمى عليها. بيتخض جو عليها وبياخدها المستشفى، بيحاول يفوقها طول الطريق، قومي وهسيبك تمشي زي ما كنتي عايزة بس ما تسيبنيش. وفي المستشفى بتعرفوا الدكتورة ان آن عندها سوء تغذية. بتفوق آن وبتستغل انشغال جو مع الدكتورة وبتهرب. بيجي جو علشان يطمن عليها ما بيلاقيهاش، فبيتضايق وبيقول للمساعد يدور عليها هو وكل رجالته ويرجعها عنده، وده لانها مريضة اصلا ومش هتستحمل تمشي كتير. وعند آن بتفضل ماشية ومش عارفة تروح فين، وبتفتكر أول مرة قابلت فيها جو بتكون حزينة لأنها بتحبه بس مش مستحملة المشاكل وطريقته وخايفة إنه يتأذي بسببها. فبيوصل المساعد عندها والمفاجأة إنه بيوديها الشقة بتاعته، وبيقولها تفضل فيها كام يوم بعدين ترجع لبلدها وما تجيش هنا تاني. فبتستغرب آن إنه ساعدها تهرب، وبتسأل عن السبب فقالها إنه خايف على جو لأن من غيره الشركات هتتدمر وده هيأذيهم كلهم، وإنها من ساعة ما ظهرت في حياته وهو كل يوم في مشكلة، ولما تختفي هيكون أفضل ليه ولمنصبه. فبتقوله وهي حزينة عندك حق، بس أنا كان غصب عني لأني كنت بحبه فما كنتش قادرة أبعد عنه. بيتصل جو بالمساعد بس بيقوله إنه ملقاش آن، وبيقفل جو وهو مش مصدقه، وبيفضل برضه يدور عليها مع رجالته. ومع مرور الأيام بيفضل المساعد يزور آن ويهتم بكل احتياجاتها، وبيبدأ بقى إنه يبصلها بنظرة تانية ويعجب بيها، ولما بتقرب منه بعفوية بيكون متوتر ومتأثر بيها. ده حتى بيجيب لها تورتة عيد ميلادها وكتاب هدية علشان يخليها مبسوطة وما تزهقش. وفعلا بتشكره وبتقوله إنها سعيدة إنه موجود معاها وإنه طلع طيب عكس ما بيبين. في الوقت دوت بيكون جو مكثف البحث عنها، وعرف إنه دور في المدينة كلها ما عدا منطقة معينة تبع كانغ. بنرجع للمساعد وهو بيعرفها إنها دلوقتي تقدر تسافر بأمان، ويعني لو مش حابة ترجع عند عيلتها هو ممكن يوديها اي حتة عايزاها ويروح معاها عادي. البنت بتتصدم وبتقوله ايه ده، هو انت مش كنت بتكرهني؟ فوشه بيحمر كده وبيسكت، لكنها بتقرر ترجع مدينتها، وبتروح تبص على جو لآخر مرة وبتودعه بقلبها، وبتقول انها كان نفسها تفضل معاه ويعيشوا بسعادة، بس ده ما حصلش. تاني يوم بتكون هتسافر، وبيعرف جو من رجالته ان المساعد عنده شقة سرية محدش يعرف عنها حاجة. فبيفتكر جو انه فعلا من كذا سنة طلب من المساعد يشتري شقة باسم مستعار قريبة من مجموعة كانغ علشان يراقبوه، وهنا بيتأكد انه مخبيان فيها.
وبنعرف ان السلسلة اللي لبسها لها ما كانش فيها جهاز تتبع ولا حاجة، لكنه كان بيقول لها كده علشان يخوفها وما تحاولش تهرب منه. وبيواجه المساعد وبيفضل يضرب فيه علشان قرب من آن وخباها عنه، والمساعد سايبه ومش بيعمل حاجة. وبيوديه عند آن اللي بتكون مستنية العربية علشان تمشي. بيحضن جو آن أول ما بيشوفها، وبيقولها إنه مش هيسيبها تاني أبدا. فبتزقه وبتشوف المساعد مضروب، فبتزعق لجو على طريقته إنها مش عايزة ترجع معاه. فبيهددها وقال لها لو ما رجعتيش هأذيه أكتر. فبتخاف على المساعد لأنه ساعدها وبترجع مع جو اللي بيشدها عليه. بيفضل يقرب منها ويقبلها قدام المساعد، وكمان بيأمره يبص عليه وما يدورش وشه، وده علشان يثبت له ان قال ليه. فبتقاومه انه وبتحزن من طريقته. وبيفوق جو لنفسه لما بيشوف نظرتها ليه، وبيقول لها انه خلاص هيسيبها براحتها. هو عايزها بس هي عايزة تفضل او عايزة تمشي براحتها. فبتزقه وبتمشي، وبيروح هو المساعد يشوفوا تشوي اللي لسه في المستشفى وبتكون في الغيبوبة ولسه ما فاقتش بسبب الضربة. فبيستغرب جو، بيقول ان الضربة بتاعته ما تعملش كل دوت وان في حاجة غلط. وبيطلب من المساعد انه يفتش مكتبها ولو لقى حاجة يعرفه. وفعلا بيروح المساعد يفتش، وبيشوف ورقة مكتوب عليها رقم بيدخله على اللاب، وبيشوف رسالة كاتباها تشوي بتقول فيها انها حبت جو بس هو تخلى عنها وحب آن، وانها لازم تنتقم منهم. وفي دماغها خطة هتنفذها لو نفعت هتغيب شوية. فبيعرف انها قصدها تدخل في غيبوبة، خصوصا لما بيجيب سجلاتها الطبية، وبيعرف ان العيب مش من الخبطة بتاعت جو بس الدكتور مخبي. ولكن لما جو بيسأله لو عارف حاجة فبيقوله لأ، وبيرفض يقوله. تاني يوم بيكون عيد ميلاد جو، وبتكون آن لسه موجودة وما مشيتش وفضلت معاه وبتحتفل معاه، وبتقوله انها بتحبه جدا ونفسها يكون اليوم دوت زي اي اتنين مرتبطين. وفعلا بيقضوا ليلة سعيدة سوا وبيكونوا مبسوطين جدا. بس تاني يوم لان جو خايف عليها بيقرر انه ينفصل عنها ويسيبها زي ما كانت بتتمنى، لان حياته كلها مشاكل. وبيطلب من المساعد يوصلها، وفعلا بيوصلها المطار علشان ترجع مدينتها، وبتشكره ان ساعدها. بس بعد ما بيمشي بيجي كانغ اللي كان مراقبها وبيخطفها. فبتقوله ان مفيش فايدة من خطفها، وده لان هي وجو انفصلوا، يعني مش هيعرف يستفزوا بيها. قال لها ازاي ده، انا كنت عايزة اخطفك من زمان بس جو كان دايما بيحميكي حتى من غير ما تعرفي، علشان كده ما كنتش بعرف اقرب منك. فبتتأثر بكلامه ان جو دايما بيحبها وبيحميها. بيصور كان غقان وبيبعت الصورة لجو، وبيقوله يتنازل عن منصب الرئيس ويسيب الشركة قبل ما يزعل حبيبته. فقاله انها مش حبيبته وانهم انفصلوا، وبيكون بيقول كده من ورا قلبه علشان كان ما يأذيهاش. فكان بيستفزه وبيقول له خلاص هعمل فيها زي ما انا عايز، وبيقول لرجالته يضربوها. جو بيعمل انه مش مهتم وبيقفل الخط، بس بيقول للمساعد يروح بسرعة وينقذ آن ويعرف كانغ انهم انفصلوا وان آن دلوقتي حبيبته هو. فبيتصدم المساعد من طلبه، بس جو بيزعق فيه علشان ينفذ كلامه ويلحقها. وفعلا بيروح المساعد وبيقدر يقنع كانغ ان جو مش بيحب آن ومش مهتم بيها، وإن هو اللي بيحبها وعايز يحميها. وبتتصدم آن من كلامه وإن جو مش مهتم بيها، وبيقتنع كان بكلامه وبيسيبه ياخدها مقابل إنه يشتغل معاه ويجيب له كل تحركات جو. فبيوافق المساعد وبياخد آن لجو، فبيمثل إنه مش مهتم بيها. المساعد قال له ازاي انت اللي بعتني انقذها؟ قال له لا، انا ما قلتلكش حاجه. وبيقول لها تفضل مع المساعد احسن، وانها بكده هتكون سعيده معاه وهيحميها اكتر منه، وانه خلاص ما بقاش عايزها. فبتحزن ان وبتمشي. وفعلا بيبدا المساعد انه يشتغل مع كانغو، بيكون متفق مع جو انه يديله معلومات غلط. وفي يوم بيكون المساعد وإن ماشيين سوا، فبيديها ملف مهم تشوفه، بس قبل ما تقرأه بيجيله اتصال إن جو مريض. فبتجري آن معاه وهي مرعوبة عليه، وبتفضل تقوله يفوق ما يسيبهاش، ولما بيفوق بيحضنها بحب وبيقول لها تفضل جنبه. بس هي بتتماسك وبتقوله انت سبتني بسهولة لشخص تاني، هو انا بس حبيت اشوفك لما عرفت انك مريض، دلوقتي همشي. وبتمشي وبترفض تفضل معاه. وفي البيت بتفتح الملف اللي المساعد اداهولها، وبيكون في تقرير عن حالة تشوي، وإنها اتصابت في الكتف لما جو خبطها، وإنها كانت قصدها تستفزه علشان يضربها، وبتكون قصدها تدخل في غيبوبة بالاتفاق مع كانغ والدكاترة علشان تخلي آن تخاف منه بعد اللي حصل معاها. فبتصدم آن وبتحزن إنها ظلمت جو، وإنه دايما كان بيحاول معاها بس هي رفضته. في الوقت دوت بيكون جو في المستشفى بقاله 3 أيام ومريض بسبب الحمى، وبتكون الشركة بدأت تتأثر بغيابه، وده عرفه كانغ وكان مبسوط جدا. وعند جو بيديله المساعد نفس الملف وبيعرفه حالة تشوي، وكمان بيقوله إن عرفت الحقيقة. ساعتها بيتصل بيها جو وبيطلب منها إنهم يحاولوا يبدأوا مع بعض من جديد من غير مشاكل. فبتفرح جدا وبتوافق، وبيتفقوا يتقابلوا في أول مكان اتقابلوا فيه سوا.
وبيجهزوا نفسهم وبيتشيكوا وبيعرف كنغ وبيروح نفس المكان، وبيجي من ورقانه وبيخبطها على دماغها فبيغمى عليها، وبيفضل جو يدور عليها فبيجي كنغ وبيهدده بالسلاح، لكن المساعد بيكون موجود وبيوقع السلاح من ايده، وبيروح جو عليه وبيضربه، وبياخد آن على المستشفى وبيديله المساعد كتاب آن لأنه شاف فيها رسالة ليه، وبتكون كاتباله إنها بتحبه أكتر من أي حاجة، لكنها قررت تتخلى عنه وتسيبه علشان مستقبله وشغله ما يتدمرش بسببها. فبيحزن جو وبيبوس ايديها بحب، وبيجمع رجالته وبيبلغهم من استقال من منصبه وهيعين المساعد مكانه يكون الرئيس. فبيتصدم المساعد وبيرفض وبيقوله انه كده روح والدته هتزعل منه، بس جو بيصمم وبيقوله ينفذ الامر، وبيمسك ايد ان وبيقولها انه بيحبها وتفوق وهو يفضل معاها ويروح اي مكان هي عايزاه، وانه اتخلى عن كل حاجة علشانها. وفعلا بتفوق آن وبيفرح جدا، لكنه بيتصدم لما بيلاقي انها مش فاكراه، وبيعرف من الدكتور انها عندها فقدان ذاكرة مؤقت، فبيعرفها انه خطيبها وانهم كانوا سعداء جدا سوا وبيحبوا بعض، وهي بتبقى فرحانة وبتقوله بقى انا كان عندي خطيب وسيم وقمر كده زيك، لا ده انا محظوظة بقى. ولما بيلاقي جو انها سعيدة بيقرر انه يخبي عليها الحقيقة، وبيقولها انها كانت مريضة علشان كده هي في المستشفى، وبيأكد على المساعد ما يعرفهاش حاجة لأنه حابب يبدل كل ذكرياتهم الحزينة سوا بذكريات سعيدة تفضل فاكراها بدل المعاناة اللي شافتها بسببه. وفعلا بيفضل جنبها وبيدلعها وبيهتم بيها، وبيحاول يخلي كل ذكرياتها الجديدة سعيدة، بس السعادة مش بتدوم. لما بيجي المساعد وبيمسك آن قدام جو وبيهدده بيها وبيقول ان مجموعة شين هي اللي فارقة معاه وانه لازم يروح معاه الشغل دلوقتي لان محدش يعرف يدير المجموعة غيره، بس جو بينقذها منه وبيضربه. وانا بتوصل البلوة شو اللي بتكون فائت وبتقول له ايه ده انتوا بتتخانقوا على مجموعة شين، هو انا ما قلتلكش مش مجموعة شين دي انا دمرتها وما بقتش موجودة خلاص. وبتسلم على آن وبتقول لها مبروك خليتيه يتخلى عن كل حاجة بسببك، وهنا بتستعيد آن الذاكرة وبتفتكر كل حاجة، وبتلوم جو انه خبى عليها انها فقدت الذاكرة وانه اتخلى عن شغله بسببها. قال لها انا خبيت عنك علشان انسيكي كل الذكريات الوحشة واخليكي سعيدة، واتغيرت علشانك والمجموعة مش فارقة عندي، انا عايزك انتي وبس. وبتتأثر آن بكلامه وبتحس انه فعلا اتغير في معاملته معاها الفترة اللي فاتت وما بقاش زي زمان، فبتحضنه بحب وبتقوله انها بتحبه ومش هتسيبه تاني ابدا. فبتتغاظ تشوي وبتديله ورق لمجموعة شركة شين، بس هو حتى ما بيبصش في الورق وبيرميه في وشها وبيقولها انه مش عايز حاجة خلاص، وبياخد انه وبيمشي. وبيفضل المساعد واقف مصدوم انه خسر كل حاجة، وبتمشي تشوي وهي متغاظة انه مفرطش حتى في ان بعد كل دوت، وفضل معاها. وعند جو بيفضل جنب ان بقى يحب فيها ويهزر معاها، وبيطلع خاتم وبيطلب منها الجواز. بتقول له ايه ده انت فاجئتني، لا انا مش موافقة، وهي بتضحك من قلبها. قال لها هو مزاجك انا عمري ما هسيبك تاني ابدا، وبيلبسها الخاتم وبتكون دي اسعد لحظة في حياتها، وبيقبلها بحب وبيعرفها قد ايه بيحبها، وبتفرح هي انها اخيرا هتعيش سعيدة مع الشخص اللي بتحبه. ولحد هنا بيخلص المسلسل. اتمنى انه يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.